بدأت حكاية شينيتشي إيزومي، الشاب اللي كان عايش في ظل الضعف، مالوش هيبة ولا حضور، تايه في ملكوت خياله. لكن القدر كان شايل له مصير أسود لما هجم طفيل من عوالم تانية على جسده واستوطن إيده اليمين بدل ما يوصل لعقله. في الأول شينيتشي إيزومي كان هيموت من الرعب وعاوز يخلص من الكائن ده، بس مع الوقت لقى نفسه مجبر يقبله كشريك في جسده، وقرروا سوا يواجهوا بقية الطفيليات اللي نازلة الأرض عشان تنهش في لحم البشر. ومن هنا الأسطورة بتبدأ لما شينيتشي إيزومي صحي من نومه على صوت غامض بيقول له: يا للخسارة، فشلت. أما مفزوع بس طمن نفسه وقال ده أكيد كابوس من كوابيس الليل الطويل. نزل يفطر مع أهله وهم مستغربين من حالته وبيسألوه لو كان كويس، لأن تصرفاته ليلة امبارح كانت جنان رسمي. المسكين ما كانش فاكر أي حاجة وقرر يهرب من الأسئلة ويروح مدرسته. وفي الطريق ساتومي مورانو اللي قلبه بيميل ليها هجمت عليه من وراه بتهزر، بس إيده اليمين صدت الهجمة بسرعة البرق وبدون تفكير. ساتومي مورانو استغربت من رد فعله المرعب، بس هو قال لها إن إيده اتحركت لوحدها. وفي لحظة غريبة شينيتشي إيزومي عمل تصرفات مريبة خلت ساتومي مورانو تتصدم وتديله بالقلم وتجري وهي مكسوفة. وصاحبتهم يوكو تاتشيكاوا قالت له إن اللي بيعمله ده هو قمة الضياع. لما وصلوا المدرسة ميجي وقع في نوم عميق لأنه ما كانش نام طول الليل وهو بيحاول يسيطر على شينيتشي إيزومي. الحكاية إن الطفيل حاول يدخل من ودنه بس سمعات الودن مهعته، ولما حاول يدخل من مناخيره شينيتشي إيزومي عطس وصحي من النوم. شاف لمحة من الكائن ده وافتكره تعبان، بس الكائن نتش نفسه ودخل جوه إيده اليمين. ولحسن حظه شينيتشي إيزومي ربط دراعه بسلك السماعة بكل قوته ومنع الطفيل إنه يسرح في جسمه ويوصل لدماغه. وقتها أهله دخلوا عليه يجروا، وأبوه كازويوكي إيزومي قال له إنه أكيد شارب حاجة ومغيب عقله عشان يشوف تعابين بتخترق جسمه. فجأة شينيتشي إيزومي فاق من سرحانه في ذكريات ليلة امبارح على صوت المدرس وهو بيزعق له عشان ماسك موبايله وقت الحصة. حاول يدافع عن نفسه بس الدليل كان ضده. بعد المدرسة ساتومي مورانو كانت لسه زعلانة، ويوكو تاتشيكاوا حاولت تهدي النفوس لأنها قلقانة على حالة صاحبها العقلية. شينيتشي إيزومي قرر يروح بدري وهو بيسأل نفسه هل إيدي فعلا فيها حاجة ولا أنا اتجننت؟ وهو ماشي شاف بنت صغيرة بتعدي الطريق بمنتهى الاستهتار وعربية جاية تكتسحها، وبدون تفكير رمى نفسه وأنقذها ووقف العربية بإيده اليمين. بس شينيتشي إيزومي ما كانش مصدق اللي حصل، وبص لإيده لقى شكلها اتغير وظهر فيها عين في نصها. الإيد رجعت لطبيعتها بسرعة، بس ده كان كفاية إنه يترعب ويجري على بيته. هناك دخل في حالة هلع وجاب سكينة عشان يغرزها في إيده، بس فجأة الإيد اتشكبت لكائن كلم كلمات مكسرة وقال إنه فشل يسيطر على الجسم كله واكتفى بإنه ياكل الإيد اليمين ويسكن مكانها. شينيتشي إيزومي افتكر نفسه مريض نفسي وبدأ يهاجم الكائن ده، بس الكائن كسر السكينة بكل سهولة وطلب من شينيتشي إيزومي إنه يعلمه الكلام لأنه لسه ما بيعرفش ينطق كويس. وفجأة الكائن نام ورجعت الإيد لشكلها الطبيعي. شينيتشي إيزومي تاه من الحيرة ودور على الإنترنت على أي خيط يفهمه اللي بيحصل، بس ما لقاش حاجة. فقرر يمثل أنه طبيعي قدام الناس، لكن اللي ما كانش يعرفه أن الطفيليات دي انتشرت خلاص في كل ركن في العالم وبدأت تستبدل البشر وتفترسهم. تاني يوم الصبح شينيتشي إيزومي صحي لقى الكائن قاعد بيقرأ في الكتب بمنتهى الهدوء عشان يجمع معلومات عن العالم، وبقى بيتكلم بطلاقة وذكاء خارق وكمان يقدر يتشكل لأي كائن تاني. شينيتشي إيزومي بدأ يهدى شوية وسأله لو كان كائن فضائي، بس الكائن قال له إنه ما يعرفش هو جه منين. كل اللي فاكره هو اللحظة اللي صحي فيها جوه دراعه، وإن أول شعور حس بيه كان عدم الرضا لأنه ما فشلش ياخد عقله. الكلام ده رعب شينيتشي إيزومي، بس كائن طمنه وقال له إنه خلاص ما بقاش يقدر يعمل حاجة لأنه أكل دراعه واستوطن فيه، ولو كان أخد راسه كان زمانه هو اللي مسيطر على الجسد كله. شينيتشي إيزومي صمم إنه يروح المستشفى يقطع الإيد الملعونة دي، بس الكائن قال له إن دي فكرة غبية جدا لأنه بيتغذى من جسم شينيتشي إيزومي ولو اتقطع هيموت. كان شينيتشي إيزومي على وشك إنه يفقد إيده اليمين اللي بقى ليها لسان بينطق وشكل بيتحول، وكأنها هبة غامضة نزلت عليه من السماء ما كانش يحلم بيها. شينيتشي إيزومي وصف الكائن ده بإنه طفيل، بس الكائن رد عليه ببرود وقال له إن الأفضل ليهم يتعاونوا سوا عشان النجاة. وفجأة الكائن تعب واستسلم للنوم ورجعت إيد البطل لشكلها الطبيعي وكأن شيئا لم يكن. بعدها قعد شينيتشي إيزومي يفطر على صوت أبوه كازويوكي إيزومي وهو بيقرأ في الجورنال عن جرائم قتل بشعة ودموية ما كانش ليها تفسير، جرائم اللحم المفروم اللي هزت الأرجاء. شينيتشي إيزومي وهو رايح مدرسته فكر يسلم نفسه للشرطة ويحكي لهم عن السر اللي مخبيه في إيده، بس ميجي يحذره وقال له إن دي فكرة انتحارية لأن العلماء هيحولوه لفأر تجارب في معاملهم المظلمة. وفجأة صرخ ميجي فيه في واحد منهم قريب وشرح له إن الطفيليات بتقدر تحس بموجات عقول بعضها.
شينيتشي إيزومي مشي ورا إشارة ميجي وهو ميت من الرعب، خايف يكون الطفيل ده مستحوذ على إنسان كامل. ميجي فضل يجر لقدام لحد ما لقوا كلب بياكل جثة كلب تاني في مشهد مهيب. شينيتشي إيزومي اتصدم، بس لما شاف إن الكلب مستحوذ عليه طفيل قلبه واقف من الخوف. الكلب بص لإيد شينيتشي إيزومي اليمين وقال له: أنت كمان فشلت تستحوذ على الدماغ. وفي لحظة ميجي حس بنية الغدر والقتل. عشان يهدى قبل المعركة، الكلب المتحول فجأة طلع له أجنحة وطار في السماء يدور عليهم. ولما حدد مكانهم في جنينة، ميجي قرر ينهي الحكاية هنا بضربة واحدة دقيقة وخاطفة بأطرافه اللي زي السيوف. شق قلب الكلب الطاير وأرضاه قتيلا في لمح البصر. شينيتشي إيزومي ما كانش مصدق السرعة اللي حصل بيها كل ده، بس ميجي كان بيبص للجثة وهي بتنكمش وتموت، وقال بجمود: خسر لأنه ما تعلمش كفاية. وقتها عرف شينيتشي إيزومي إن شريكه ده كائن خالي من أي رحمة أو مشاعر. وفي حتة تانية من المدينة كان في ست بيتعرض لها شوية بلطجية، فظهر راجل غامض وهزمهم كلهم من غير ما يعرق حتى. هو وصل الست لبيتها بهدوء وثبات. البلطجية رجعوا يهاجموه تاني وضربوه بآلة حادة على راسه، بس هو محتزش، وبكل بساطة قال لهم إن معدته ما تستحملش تاكل 4 في وقت واحد. محدش فهم قصده، وفجأة جلد وشه اتقشر وكأنه قناع، وطلعت أطراف حادة زي الأمواس قطعتهم كلهم في لحظة. بعدها طفيل غير ملامح وشه عشان محدش يعرفه ومشي في طريقه. شينيتشي إيزومي قرر يخلي السر بينه وبين ميجي وما يبلغش السلطات، لأن بعد اللي شافه مع الكلب عارف إنه من غير ميجي هيبقى فريسة سهلة. ولأنه حس إنه غريب يفضل يناديه بالطفيل، قرر يديله اسم. الكائن قال له: سميني ميجي، ومعناها يمين باللغة اليابانية، رغم إنه وضح إنه ما يهمهوش الأسامي لأنه لا بشر ولا حيوان. وبمساعدة ميجي بدأ شينيتشي إيزومي يبقى بارع جدا في الرياضة، وده خلى عيون البنات عليه وجنن زعيم العصابة في المدرسة اللي كان بيحب ساتومي مورانو هو كمان. بعد اللعب يوكو تاتشيكاوا جابت ساتومي مورانو عشان تصلحها على شينيتشي إيزومي، وهو انتهز الفرصة واعتذر لها، وهي قبلت اعتذاره بشرط إنه يعزمها يوم الحد الجاي. ساتومي مورانو حست إن في حاجة اتغيرت في شينيتشي إيزومي، وبعد ما مشيت ميجي قال له بوضوح إن ضربات قلبه كانت سريعة جدا وإنه أكيد واقع في غرامها. في اللحظة دي زعيم العصابة نادى على شينيتشي إيزومي وهو شايط من الغيرة وحاول يضربه، بس شينيتشي إيزومي حاول يتفادى الخناقة، خايف إن ميجي يتدخل وينهي حياة الغلبان ده. ولحسن الحظ ميجي اكتفى بضربة قوية وسريعة خلت البلطجي يترعب ويهرب. بعدها يوكو تاتشيكاوا بدأت تتكلم عن جرائم اللحم المفروم الغامضة اللي مالية العالم، وشينيتشي إيزومي أدرك في لحظة إن اللي ورا كل الذبح ده هم الطفيليات اللي زيه. ولما رجع البيت ميجي أكد له إن دي فعلا جرائم فصيلته اللي جاية تسيطر على الأرض. فسر ميجي للشينيتشي إيزومي اللي شافوه لما الكلب المستحوذ عليه افترس كلب تاني، معناه إن فصيلتهم ما بتتغذاش إلا على لحم نفس فصيلة الكائن اللي سكنوا جسمه. وبما إنهم بيأكلوا بني جنسهم فمن الطبيعي إنهم ينهشوا في لحم البشر طول ما هم ساكنين أجسادهم. شينيتشي إيزومي اترعب من الكلام ده وسأل نفسه لو كان واجب عليه يصرخ في العالم كله ويحذرهم عشان ينقذ البشرية. بس ميجي ما كانش فاهم ليه هو شاغل باله أصلا. فمن وجهة نظر ميجي فصيلته بتسعى ورا البقاء، وده قانون الطبيعة اللي ملوش تالت. شينيتشي إيزومي صرخ فيه إن حياة البشر ليها قيمة غالية، بس ميجي رد ببرود إن الحياة الوحيدة اللي تهمه هي حياته هو وحياة شينيتشي إيزومي، لأنه ببساطة محتاج لجسمه. ولما شينيتشي إيزومي وصفه بالحشرة والطفيل، ميجي حذره بنبرة تقيلة إنه لو فكر يعنده هيقطع لسانه عشان ما يفضحش سرهم لأي حد. ومن شدة الرعب شينيتشي إيزومي اتراجع عن فكرته. ميجي كمل كلامه وقالوا إن البشر بياكلوا أنواع لا حصر لها من الحيوانات، في حين إن فصيلته بتكتفي بنوع واحد. فمين فيهم اللي وحش في ميزان الحقيقة؟ في اليوم التالي وقعت عين طفيل تاني على شينيتشي إيزومي وشريكه. ميجي حس بيه فورا وحذر شينيتشي إيزومي، وبما إن السوق كان زحمة ميجي اقترح يروحوا لمكان هادي، وشينيتشي إيزومي وافق، وكان عنده رغبة غريبة إنه يقابل الطفيل التاني ده. ميجي استغرب وسأله: أنت ما بقتش تخاف؟ ده أنت كنت هتموت من الرعب امبارح. شينيتشي إيزومي رد عليه بإنه عاوز يعرف أكتر عنهم عشان يحمي الناس. وفعلا ظهر الطفيل تاني في صورة راجل، وبص لإيد شينيتشي إيزومي اليمين وحس بالخطر لأن عقل البشر لسه سليم وما تحكمش فيه طفيل. الراجل عرض على ميجي إنه يسيب شينيتشي إيزومي وينتقل لجسمه هو عشان يبقوا قوة واحدة لا تقهر، وقطع إيده عشان يثبت صدق كلامه. شينيتشي إيزومي خاف إن ميجي يغدر بيه ويروح للطرف الأقوى، بس ميجي فضل في مكانه. الطفيل التاني نفض صبره وهجم، بس ميجي كان أسرع منه وهزمه في لحظة.
شينيتشي إيزومي شكر ميجي لأنه أنقذ حياته، بس ميجي رد بمنتهى الجمود وقالوا إنه ما كانش ضامن أصلا إن عملية الانتقال دي تنجح، ففضل الاختيار الأضمن. بعدها بيوم خرج شينيتشي إيزومي مع ساتومي مورانو في موعدهم، وهي بتحكي له بخوف عن جرائم اللحم المفروم، وهو بيسأل نفسه يا ترى هيكون رد فعلها إيه لو عرفت حقيقة ميجي. وهم ماشيين في الجنينة ساتومي مورانو مسكت إيده اليمين، بس غريزتها قالت لها إن في حاجة غلط، فسابت إيده اليمين ومسكت الشمال. الأيام بتمر وجرائم القتل بتزيد، وشينيتشي إيزومي قلبه بيتعصر من الأخبار، وساتومي مورانو بدأت تلاحظ إنه بيبعد عنها وتصرفاته بقت غريبة كل يوم عن اللي قبله. وفي يوم وهم رايحين المدرسة ميجي حس بوجود طفيل قريب، ولما شاور ناحية مبنى المدرسة شينيتشي إيزومي دخل في حالة رعب ما كانش شافها قبل كده. فضل يدور بعينه في الطرقة وهو قلقان، وميجي بيحذره ما يعملش أي تصرف يلفت النظر عشان ما يتكشفوش. وفجأة اتعرفوا على مدرسة جديدة اسمها تامية، ومن أول ما وقفت قدامهم ميجي أكد إنها هي الطفيل، والمصيبة إنها بقت المسؤولة عن فصل ساتومي مورانو. شينيتشي إيزومي ما كانش على بعضه، وميجي حذره تاني ما يبصش لتامية، بس هو ما قدرش، وهي كمان لاحظت وجوده وعرفت حقيقته. في حصة الرياضة ميجي أبدأ إعجابه بذكاء تامية، لأنها قدرت تحافظ على هوية صاحبة الجسد ومكانتها في المجتمع وكمان تشتغل. شينيتشي إيزومي خاف لا تكون ناوية تاكل الطلبة، بس ميجي قال له إنها ذكية ومستحيل تكشف نفسها بإنها تفترس حد قريب منها. وفي وسط الحصة وتامية بتشرح ميجي نام فجأة، وشينيتشي إيزومي حس إنه في خطر وحيد، وفضل يتخبط في الكلام طول الحصة. وبعد ما الحصة خلصت تامية طلبت منه يروح لها المكتب بعد شوية. أصحابه قعدوا يتريقوا عليه وقالوا بسخرية إن المعلمة بقت مهتمة بيه بالزيادة، فانفجر شينيتشي إيزومي فيهم من الغضب، فهم لا يدركون لأنهم مش فاهمين الهاوية التي التي يترنح يترنح على فيها. حافتها. راح المكتب توجه ومن إلى حظه المكتب، إن ميجي والحصن صحي في الوقت المناسب. استيقظ ميجي في أول ما الوقت دخل المناسب. ريوكو وما تامية إن دخلت في وطأ الموضوع على قدمه طول بهدوء بهدوء يقلق، حتى وأكدت دخلت له إنها ريوكو مش عايزة تامية في تحاربه، صلب بالعكس الموضوع دي بهدوء عزمته مريب، يقابلها بعد وأكد المدرسة إنها عشان لا يتكلموا تضمر بوضوح. نية للقتال. ميجي وافق بل فورا، تدعمه لكن للقاء شينيتشي بعد إيزومي كان المدرسة قلقان لحديث وشاكك إن ده أكثر فخ. عمقا. بس وافق ريوكو ميجي تامية ردت ردت ببرود وقالت بينما له تملكت إنها لو الشكوك كانت عايزة قلب تقتله شينيتشي كانت إيزومي عملت كده من خوفا زمان، من أن وإن يكون كل فخا. اللي يهمها لكن هو ريوكو الفضول تامية ناحية ردت الرباط ببرود الغريب اللي بينه بأنها وبين لو الطفيل أرادت بتاعه، قتله لفعلت، ووعدته إنهم وإن يتبادلوا كل ما المعلومات يهم ويساعدوا بعض وفضولها بعدين. تجاه هذا لما جه الرباط ميعاد المقابلة المقابلة ميجي والفريق حس إن بينهما في اتنين وغير طفيليين تانيين تانيين قربوا، بتبادل فشينيتشي المعلومات إيزومي والتعاون اترعب. المستقبلي. وصلت ريوكو حين تامية حان الموعد ومعاها راجل استشعر قدمته ميجي باسم مستر اقتراب إيه، طفيليين كائن ملوش آخرين، اسم فدب ولا الذعر روح. في أوصال الجو شينيتشي اتوتر جدا إيزومي. بينه وبين ميجي، بس ريوكا تامية هدت الدنيا وقالت إن الخناق ملوش لازمة. قعدوا مع بعض وسألت الفتى هو شايف جنسها إزاي، فرد عليها بحدة وحوش بتاكل البشر. هي ما انكرتش، بس كانت شايفة إن وجودهم ليه معنى أكبر من مجرد الأكل. وبعدين فجرت مفاجأة صدمت شينيتشي إيزومي، قالت إنها اختلطت بمستر إيه وحامل دلوقتي. سألت باستغراب إيه اللي بيكبر جواها ده، فميجي جاوبها إنه طفل بشري طبيعي، وهي أكدت كلامه بحيرة. لكن شينيتشي إيزومي قلبه ملهاش وفضل شايفهم وحوش قتالة. مستر زهقت من الكلام الفلسفي ده، وقام وقال إنه هيكمل قتل وأكل زي ما بيعمل دايما، وبص لشينيتشي إيزومي كأنه خطر لازم يخلص منه قريب. وبعد ما مشي ريوكو تامية حذرت الشاب من إنه يستفزها، وهددته إنها تقدر تبيد فصل كامل بما فيهم ساتومي مورانو اللي عارفة قيمتها عنده، ومع ذلك أكدت إنها بتميل للسلم وعايزة تخبي حقيقتها دلوقتي. تاني يوم يوكو تاتشيكاوا قالت له إنها شافته في الأتوبيس امبارح، وإنها هي وساتومي مورانو كانوا قلقانين عليه، بس هو خبى الحقيقة. وفجأة ميجي همس في ودنه إحنا تحت الهجوم. ريوكو تاميا هي كمان عرفت إن مستر إيه اقتحم المدرسة، فمشيت طلابها بهدوء وخرجت. مستر إيه بدأ يعمل مجزرة جوه المدرسة، فقرر شينيتشي إيزومي إنه يواجهه. ميجي توقع إن ريوكو تاميا مش هتتدخل لأن منطقها البارد بيخليها تتفرج من بعيد. نداء الاستغاثة اشتغل في الميكروفونات عشان يخلوا المبنى، فميجي اقترح خطة إنه يستخدم الطلاب كطعم ودروع بشرية عشان يهجموا، بس شينيتشي إيزومي اتنرفز جدا ورفض التصرف غير الإنساني ده وطلع لوحده للدور اللي فوق. وهو في طريقه خبط في ساتومي مورانو اللي مسكت في دراعه، بس هو زعق فيها بقسوة عشان تبعد عنه ووصل لفصل فاضي. ورغم إن ميجي كان شايف إن خطته كانت أضمن، شينيتشي إيزومي صمم يحارب بشرف البشر. ميجي سكت لأنه عارف إن البشر بتمشيهم عواطفهم اللي بتخليهم أغبياء في أغلب الوقت. بدأ شينيتشي إيزومي يبني سد من الكراسي والترابيزات، وسأل ميجي لو كان زعلان عشان رفض خطته، بس ميجي ما كانش فاضي للكلام ده، وبدأ يرسم الخطة لأن الفرق بينهم وبين مستر إيه إنهم اتنين ويقدروا يوزعوا الأدوار.
ميجي صنع رمح حاد من رجل كرسي خشب واداه لشينيتشي إيزومي وأكد له إن مستر إيه مستهون بالبشر، ولو قدروا يبختوه بأول ضربة الفوز هيبقى ليهم. شينيتشي إيزومي خبي السلاح في كمه، وفي اللحظة دي مستر إيه كسر الشباك ودخل الأوضة وحول السد اللي عملوه لسجن ليهم. قعد يتريق على شينيتشي إيزومي ويقول له إن جسمه ملوش لازمة ومرعوب قدامه، وده كان حقيقي فعلا. بس شينيتشي إيزومي افتكر تحذير ميجي إن ضعفه هيعطل شريكه اللي معتمد عليه، فقرر إنه يهدى تماما. الهجوم العنيف بدأ وميجي صد كل الضربات، بينما شينيتشي إيزومي فضل متمسك بالخطة. يمثلوا إنهم بيهجموا وهم مركزين على الدفاع عشان يستغلوا إن الخصم مستهون بالبشر ومش شايفهم خطر حقيقي. ما بقاش قدام شينيتشي إيزومي مفر غير إنه يرمي حمولة على خطة ميجي، وبدأ يقرب بخطوات تقيلة ومحزوزة من مستر إيه اللي كان غارق في غروره لدرجة إنه ملقاش لشينيتشي إيزومي أي اعتبار، وكان ده هو الخطأ اللي كلفه حياته. ففي لحظة خاطفة قدر شينيتشي إيزومي يغرز رجل المقعد الخشبي في صدره. حاول مستر إيه يرد الهجوم بجنون، بس ميجي كان سد منيع قدام ضرباته. خلاص فات الأوان. طعنة شينيتشي إيزومي قطعت شريان الحياة في قلبه، والدم بدأ ينزف منه زي الشلال. وبالرغم من جرحه المميت قدر يحدف شينيتشي إيزومي بعيد، وزق الرمح الخشبي عشان يخرج من ظهره ويوقف النزيف للحظات. بدأ يترنح وهو بيهرب، وهنا همس ميجي لشينيتشي إيزومي إنهم لازم يجهزوا عليه دلوقتي. بس الفتى رفض بشدة، فقلبه لسه مش حمل إنه يشيل ذنب قتيل. رد عليه ميجي ببرود: ده مش بشر، وقتل الكائنات دي ما يتسماش جريمة. في الناحية التانية مستر إيه كان في ذهول. إزاي كائن بشري ضعيف يقدر يكسره كده؟ أدرك إن جسده انتهى، فقرر يدور على جسد جديد، وفكر يشارك تاميا جسدها. راح لمكتبها وهو بيجر خيبته، وأول ما فتح الباب كانت مستنياه. نطت من المكتب وسابت وراها أسطوانات أكسجين مفتوحة. مستر إيه مفهمش هي بتعمل إيه إلا لما الأكسجين ملى المكان، وحصل انفجار مهول دمره تماما قبل ما توصل الشرطة. الحادثة دي سابت ندبة في روح شينيتشي إيزومي، ومع مرور الأيام ما كانش قادر يتصالح مع فكرة إنه غرس سلاح في جسد بني آدم حتى لو كان مستحوذ عليه. في الوقت ده تاميا دخلت في مشاكل مع إدارة المدرسة لأنها رفضت تقول مين هو والد جنينها، وبدل ما تضيع وقتها مع بشر مش فاهمين طبيعتها قررت تسيب الشغل وتغير هويتها تماما. قبل ما تمشي قابلت شينيتشي إيزومي وقالت له بمنتهى الجمود إنها طالما قررت تتخلى عن شخصية تاميا فما بقتش محتاجة تخلي أي حد يعرف حقيقتها عايش، وده يشمله هو كمان. شينيتشي إيزومي دبت فيه روح الرعب وسألها بمرارة ليه بتنهشه في لحم البشر، وقال لها إن ميجي عايش على الغذاء اللي في دمه، وده معناه إن الطفيليات تقدر تعيش على أكل تاني. تاميا ردت بهدوء مخيف: ممكن يكون كلامك صح، بس افتراسنا للبشر شيء فطري زي طيران النحل وغزل العنكبوت لبيوته. كانت مؤمنة إن كل كائن ليه أمر غريزي بيمشي وراه، وإنها من ساعة ما سكنت جسد البشر حست إن رسالتها في الحياة هي افتراسهم. شينيتشي إيزومي سألها بخوف عن مصير طفلها، فقالت ببرود إنها هتولده وتعمل عليه تجارب، ولو ما لقيتش فيه فايدة هتاكله. شينيتشي إيزومي غلى الدم في عروقه من القرف، وتاميا حست بنواياه. اتحولت عشان تقتله، وأدرك ميجي إنهم مستحيل يكسبوا قدامها لأنها بتقدر تتحول بنمطين في وقت واحد، وده معناه إنها كائن متطور جدا عنه. بس فجأة تاميا تراجعت، حست إن شينيتشي إيزومي ما بقاش بشر نقي، وقررت تسيبه عايش عشان تدرسه وتتعلم منه أكتر. في ليلة من ليالي الشتاء زارت والدة تاميا الحقيقية البيت، وبغريزة الأم عرفت إن اللي قدامها دي مش بنتها. صرخت فيها: أنت مين وفين بنتي؟ تاميا اتصدمت، ما كنتش متخيلة إن بشرية عادية تقدر تخترق تنكرها المثالي. الست العجوز حاولت تطلب الشرطة، بس تاميا قتلتها في لمح البصر، وفضلت تفكر بفضول هل الست دي كان عندها قدرة خاصة هي محتاجة تدرسها. تاني يوم الصبح شينيتشي إيزومي صحي لقى ميجي مش في مكانه. اتفزع، بس لقى ميجي انفصل عن جسمه وقاعد بيتمشى في الأوضة. ميجي رجع واتصل بجسمه تاني وقال له اللي اكتشف قدرته على الحركة بعيد عنه، بس آخره 3 دقايق بس. وعلى مائدة الفطار عارف إن والده كازيوكي إيزومي ووالدته نوبوكو إيزومي ناويين يسافروا في رحلة. شينيتشي إيزومي حذرهم بلهجة مرعبة إن الوقت ده خطر جدا للسفر في أماكن مجهولة. نوبوكو إيزومي شكت إن في حاجة مخبيها ومأثرة عليه، بس هو رفض يتكلم وسابهم ومشي للمدرسة. والسبب الحقيقي لخوف وسكوته هو إنه عارف إن ميجي لو حس بأي تهديد مش هيتردد يقتل أبوه وأمه بدم بارد، لأن ميجي كائن همه الأول البقاء وما يعرفش يعني إيه مشاعر بشرية. في ناحية تانية كان الكبار بيتكلموا. كازيوكي إيزومي بيقول لنوبوكا إيزومي إنها خايفة بزيادة على ابنهم، وإن رعايتها المفرطة دي
ممكن تكون هي اللي مخلية شينيتشي إيزومي مش على بعضه، خصوصا بسبب الندبة اللي في إيدها. نوبوكو إيزومي لسه فاكرة اليوم ده كأنه امبارح، لما شينيتشي إيزومي كان لسه عيل في الإعدادية وطلب منها أطباق ألومنيوم عشان تجربة علمية، وهو بيحاول يطول الأطباق من رف عالي كعبلته الدنيا، وكان طاسة زيت مغلي هتنزل على دماغه لولا سرعة بديهة نوبوكو إيزومي اللي أنقذته، بس التمن كان حرق غائر شوه إيده. كازويوكي إيزومي شايف إن ابنه بيشيل ذنب اليوم ده جواه، وعشان كده مش عاوز يتقل عليها بأي حاجة. في الوقت ده كان ميجي غرقان في البحث عن الأسلحة النارية عشان يجهز للمستقبل. طمن شينيتشي إيزومي وقال له ما يبقاش قلقان على أهله، لأن طفيليات مركزة في المدن الزحمة عشان تلاقي فرايس سهلة، وغالبا بيصطادوا اللي ماشيين لوحدهم. ميجي كان رأيه إن أهله في رحلتهم للشط هيبقوا في أمان أكتر من هنا. شينيتشي إيزومي ارتاح شوية، بس فجأة دخلت أمه عليه الأوضة فخبى ميجي وهو مخضوض. سألته بمرارة كنت بتكلم مين؟ رد عليها وهو بيزعق كنت بكلم نفسي، ابقي اخبطي على الباب بعد كده. نوبوكو إيزومي حس بغصة في قلبها وخرجت تشتكي لكازويوكي إيزومي اللي بصلها وضحك وقال له إنها أكيد قطعته في لحظة خصوصية من لحظات المراهقة الطايشة. بعدها بشوية شينيتشي إيزومي راح لأهله وقال لهم إنه غير رأيه وشايف إن سفرهم فكرة ممتازة. نوبوكو إيزومي ما قدرتش تمسك نفسها من تقلباته دي وانفجرت فيه بتسأل أنت إيه اللي جرالك؟ وبدأت تعيط وتقول إنها حس إنه ما بقاش ابنها اللي تعرفه. شينيتشي إيزومي فضل مداري سر ميجي وقال لها إنه كان خايف من الوحدة، بس افتكر إنه ممكن يعزم أصحابه يونسوه. أهله صدقوه وبعد أسبوع طلعوا الرحلة، ونوبوكو إيزومي كانت طايرة من الفرحة لأنها ما خدتش أجازة من سنين. وفي مكان تاني كان في راجل مع حبيبته الجديدة بالعربية وهو ما يعرفش إنها طفيل سكن جسدها. الكائن ما كانش فاهم أبسط قواعد البشر ولا حتى حزام الأمان بيتربط إزاي، وبسبب تشتيته ليه وهو سايق العربية اتقلبت بيهم من فوق منحدر. الاتنين اتصابوا إصابات قاتلة، ولما الطفيل حس إن جسد البنت هيموت تملكتها اليأس وهجمت على الراجل واستولت على جسمه هو. ورغم إن السيطرة ما كانتش مثالية بس على الأقل بقت قادرة تتحرك. شينيتشي إيزومي وهو رايح مدرسته سأل ميجي عن معنى كلمة تامية لما قالت إنه غير نقي. ميجي شرح له إن شوية من خلاياه اتسربت لدم شينيتشي إيزومي ووصلت لمخه، ففي أجزاء منه اتغيرت للأبد. الصدمة لجمت شينيتشي إيزومي وحاول يقنع نفسه إنه لسه بشر طبيعي، وفجأة لقى مجموعة بلطجية نازلين ضرب في بلطجي الأقرصة. حاول يمنعهم بس حد قلم هو كمان. وقتها افتكر كلمة ميجي إن اللي بيميز البشر هو قدرتهم على التضحية عشان غيرهم بدون مقابل. وعشان يثبت لنفسه إنه لسه إنسان وقف قدامهم تامي ميتسو زعيم العصابة كان هيفتك بيه. بس قبل ما ميجي يتدخل ظهرت بنت اسمها كانا وأمرت رجالتها يوقفوا. كانا بصت لشينيتشي إيزومي بتركيز وحست بإن في كائن غريب جوه جسمه. شمت ريحة ميجي وسألته بخوف أنت إيه بالظبط؟ وجريت من قدامه وهي مرعوبة. في المدرسة شينيتشي إيزومي بقى بطل في عيون الكل عشان شجاعته وحاول يبان متواضع، ودي صفة تانية من صفات البشر. وهو راجع مع ساتومي مورانو قابله كانا تاني، صورته وسألته ليه مهربش. قال لها ده اللي لازم يتعامل لما حد من فصلي يقع في ورطة، بس هي سخرت منه وقالت له إنه بيمثل المثالية ومخبي وراه سر كبير. مشي وسابها، بس كان عارف إن كلامها فيه ريحة الحقيقة. الغيرة أكلت قلب ميتسو لأن كان مهتمة بشينيتشي إيزومي فقرر ينتقم. البلطجية ضربوا شينيتشي إيزومي وخطفوا ساتومي مورانو وهو مشي وراهم لحد المكان اللي اتقابلوا فيه. شينيتشي إيزومي طلب منهم يسيبوا ساتومي مورانو في حالها، بس ميتسو فضل يضرب فيه بغل. ميجي كان عاوز يتدخل وينهي المهزلة بس شينيتشي إيزومي منعه، كان عاوز يواجههم لوحده زي الراجل اللي بيحاول يثبت لسه إنه إنسان. رغم إنه كان في موقف لا يحسد عليه وقوته ما كانتش تجاريهم، فضل شينيتشي إيزومي قاتل بكل ما عنده. ميجي قال له بوضوح إن كل اللي حواليه أقوى منه بكتير وإن النصر بعيد المنال، بس شينيتشي إيزومي ما كانش فارق معاه لأن البشر بيحاربوا عشان حاجات أكبر من نفسهم. حاول بكل جهده يرد الهجوم، بس لما اتحاصر غريزة ميجي في حمايته اتفعلت وبالعافية شينيتشي إيزومي قدر يسيطر عليه ويخبيه. ولحسن الحظ وصلت كانا في اللحظة الحاسمة وأمرت الكل يتوقف، وفي لمح البصر ظهر شباب من مدرسة شينيتشي إيزومي واشتبكوا مع عصابة ميتسو. وسط الزحمة دي هرب شينيتشي إيزومي مع ساتومي مورانو اللي وصلته لبيته وداوت جروحه وهي بتقول له إنه كان بطل وشجاع، وسندت راسها على كتفه. شينيتشي إيزومي العشم خده وسألها لو تحب تقضي الليلة معاه بما إن أهله مسافرين، بس هي قررت تروح. ميجي أبدى ضيقه من الموقف وقال له إنه كان عاوز يراقب التكاثر البشري، فشينيتشي إيزومي أمره يسكت وينام. فجأة ظهرت كانا وسألته هو بيكلم مين؟ شينيتشي إيزومي تهرب من الإجابة، وكان اعتذرت له عن اللي حصل وقالت له إنها عاوزة يبقوا صحاب.
وافق شينيتشي إيزومي لأنه ما شافش ضرر، بس وهما بيتصافحوا كان حست ببرودة وغرابة في إيده اليمين. شينيتشي إيزومي لاحظ قلقها وسحب إيده بسرعة ودخل بيته، وهناك ميجي حذر ويبعد عن كانا لأن حواسها قوية بزيادة وبتحس بالترددات اللي بتطلعها الطفيليات عشان تلاقي بعضها. ورغم إن ساتومي مورانو عندها حاسة مشابهة، إلا إن غريزة كانا أقوى بكتير وبتمثل خطر حقيقي. في مكان تاني، الطفيل اللي استولى على جسم الراجل بعد الحادثة كان بيعاني لأنه مش متعود يكون ذكر، وكان عاوز يرجع لجسم أنثى بأي تمن، وقرر ينهش أول واحدة يقابلها. وللأسف والدة شينيتشي إيزومي ما كانوش بعيد عن الوحش ده، وهم بيتأملوا الغروب من فوق صخرة عالية، وفجأة ظهر الكائن ده واستولى على رأس نوبوكو إيزومي قدام عيون كازويوكي إيزومي. بعدها جه اتصال لشينيتشي إيزومي من أبوه كازويوكي إيزومي المصاب، وهو بيحكي برعب عن وحش هجم على أمه وقالوا إنه لازم يبلغ الشرطة، وقفل الخط. شينيتشي إيزومي وقع في دوامة من الهلع، خايف يكون طفيل هو اللي هجم عليهم وهو مش عارف هم فيهم أصلا. غلبه النوم من كتر الهم وشاف كابوس مرير، ولما صحي الصبح ميجي قال له في طفيل واصل هنا. شينيتشي إيزومي صرخ فيه بغضب لأن ميجي قال له إن أهله هيبقوا في أمان عند الشط، بس ميجي رد عليه بمنطق صخري بارد إن كلامه كان مبني على الاحتمالات ومفيش حاجة مضمونة 100%. قال له يركز في المعركة اللي جاية، وشينيتشي إيزومي مسك سكينة عشان يدافع عن نفسه. ورغم إن ميجي ما كانش شايف إن مساعدة شينيتشي إيزومي لازمة، الباب اتفتح فجأة وشينيتشي إيزومي استغرب إزاي الطفيل فتح قفل البيت. دخل الكائن وشينيتشي إيزومي استعد للقتال، بس الدنيا اسودت في عينه لما شاف أمه نوبوكا إيزومي هي اللي داخلة. رغم إنه عارف الحقيقة المرة في أعماقه، عقله ما كانش قادر يستوعب. استقبلها وهو مهزوز وتايه وبيسألها ليه بابا مش معاكي. ميجي همس له بجلود إن دي مش أمه، ده طفيل، بس شينيتشي إيزومي رفض يصدق. الكائن قال إن الراجل التاني أكيد مات قبل ما يوصل وده أحسن ليها. وسط ذهوله شينيتشي إيزومي حط السكينة قدام ميجي ومنعه من التحول، وفضل ينادي على أمه بيتمسك بأمل إنها لسه موجودة. ميجي قال إنها انتهت، بس شينيتشي إيزومي هدد إنه هيقطع إيده اليمين لو نطق بكلمة تانية ضدها، وبحرقة قلب قال إنه حتى ملحقش يعتذر لها عن الحرق من وهو صغير. لكن الطفيل ما كانش عنده ذرة رحمة، تحول وطعنه في قلبه مباشرة، وميجي ملحقش يتصرف بسبب السكينة اللي كانت عائق قدامه. سقط شينيتشي إيزومي على الأرض وهو لسه مش مصدق إن أمه بقت طفيل. الكائن سابه خرج وهو واثق إنه هيموت، وقال لميجي إن مصيرك الموت ورا صاحبك لأنك فشلت تستولي على العقل. لكن ميجي أدرك إن لسه في بصيص أمل. قلب شينيتشي إيزومي اتدمر، فقام ميجي بصنع قلب جديد وزرعه في صدره وبدأ يحركه بإيده. ورغم إن شينيتشي إيزومي كان غايب عن الوعي، ميجي تغلغل جوه جسمه عشان يداوي جروحه ببطء، وهو بيرجع تاني لمكانه في الإيد اليمين. والعملية دي خدت وقت طويل جدا. شينيتشي إيزومي غاب عن المدرسة أيام، وساتومي مورانو قلقها زاد وقررت تروح تزوره. في الوقت ده ميجي كان لسه بيعالج شينيتشي إيزومي وبيأكله وهو نايم، وبعد كام يوم أخيرا فتح شينيتشي إيزومي عينه ورجع للحياة. رغم إن الوهن كان لسه راسم ملامحه عليه، بس شينيتشي إيزومي لاحظ فجأة إنه ما بقاش محتاج لنضارته، وكأن نظره بقى أحد من الصقر. ولما واقف يغسل وشه وقعت عينه على الندبة اللي في صدره، الندبة اللي فكرته بكل الأهوال اللي عاشها. وجع شديد طعن قلبه وانهار في نوبة حزن مريرة لولا رنين التليفون اللي قطعت الصمت والده كازويوكي إيزومي في المستشفى. الفرحة دبت في عروق شينيتشي إيزومي لما عرف إن أبوه لسه حي وطار عشان يشوفه. بره البيت كانت ساتومي مورانو مستنياه، وأول ما شافته قالت بلهفة إنها كانت قلقانة عليه، بس هو كان في عالم تاني. رد ببرود وجفاء إن أبوه اتصاب وهو رايح له. ولما جابت سيرة أمه وقالت إنها أكيد شايلة الحمل لوحدها، الكلمة نزلت على قلبه زي الجمر، وسابها ومشي وهو بيقول إنه مش راجع المدرسة قريب. ساتومي مورانو سألته بخوف لو كان هيرجع تاني أصلا، بس هو اكتفى بابتسامة حزينة واختفى من قدامها، وهو بيحلف بعهد الدم إنه ينهي حياة الطفيل اللي سرق ملامح أمه. ركب القطر وعقله بيفكر إزاي يوصل للكائن ده قبل ما يوصل لأبوه. في المستشفى كازويوكي إيزومي كان بيتحقق معاه وحكى للشرطة إن نوبوكو إيزومي ماتت، بس الصدمة كانت لما الضباط قالوا إنها حية، ورجعت الفندق وسجلت خروج وغادرت المكان. كازويوكي إيزومي صرخ فيهم إن الست دي نصابة، بس هم أكدوا إن علامة الحرق اللي في إيدها بتقطع الشك باليقين. طبيب نفسي حاول يقنعه إن ده مجرد هلوس من أثر الصدمة، وبالعافية خلاه يفضل إنه كان بيتوهم. وصل شينيتشي إيزومي المستشفى، وأول ما دخل الأوضة كازويوكي إيزومي استقبله بلهفة. شينيتشي إيزومي حاول يفتح سيرة اللي حصل لأمه، بس لسانه اتلجم من كتر الوجع،
ورغم إن عينه ما كانتش بتنزل دمعة، كازويكي إيزومي قاله فجأة إن نوبوكو إيزومي مفقودة من ساعة الحادثة. شينيتشي إيزومي اتصدم وفكروا بالوحش، بس الأب قاله إنه أكيد اتخبط في راسه ومخيله صور غريبة. سينيتشي إيزومي صار وأكد إن الوحش قتلها، بس كازويوكي إيزومي زجره وهو بيحبس دموعه. وهنا عرف سينيتشي إيزومي إن أبوه عارف الحقيقة بس بيداريها عشان يقدر يعيش. قرر سينيتشي إيزومي يقعد في فندق قريب بمسافة تقدر ب 300 متر عشان يبقى في نطاق إحساس ميجي بالخطر، رغم إن ميجي كان لسه غرقان في نومه. في الفندق قابل البنت اللي شافها في القطر وساعدته يدخل. قعد يراقب المستشفى من شباكه وحس إن حواسه كلها بقت خارقة للعادة. أخيرا نيجي صحي وقال له إنه رمم جسده بالكامل، بس حذره إن في تمن للقدرة دي. ميجي بقى لازم ينام 4 ساعات يوميا، ونومه بقى تقيل لدرجة إنه مش هيحس بأي هجوم، ولو اتغدر بيهم في الوقت ده هيموتوا الاتنين. شينيتشي إيزومي سأله ليه ما قلتش كده من بدري؟ ميجي رد بجمود وقال له إن بعد موت أمه شينيتشي إيزومي بقى بيكره كل الطفيليات حتى هو، وكان خطر إنه يظهر نقطة ضعفه قدامه، بس دلوقتي المداراة بقت أخطر. شينيتشي إيزومي قالوا إنه ما بيعتبروش عدو لأنه أنقذ حياته، بس ميجي رد ببرود كالعادة وقالوا إنه عمل كده عشان يضمن نجاة نفسه. تاني يوم شينيتشي إيزومي بقى في حال أحسن، راح يطمن على أبوه، فضل يحرس المكان وميجي نايم. البنت ماكي حاولت تتقرب منه وتسأله لو مرتبط، بس فجأة ميجي صرخ محذر في طفيل عند الشط. شينيتشي إيزومي جرى بجنون ناحية البحر، وماكي حاولت توقفه وتقول له إن في سور سادت الطريق، بس هو ما كانش سامع. ميجي سأله بجدية أنت فعلا مستعد تقتل الست اللي شايلة وش أمك؟ شينيتشي إيزومي وقف لحظة وبإصرار قال له إنه لازم ينهي الكابوس ده عشان يحمي غيرها. ماكي حصلته وقالت له لازم يلفوا حوالين السور، بس شينيتشي إيزومي نط فوق السور بمنتهى الخفة والسرعة وسابها في دهولها. شاف حد ماشي بعيد وبدأ يطارده بغضب قاتل، بس لما وصل له اكتشف إنه راجل مش نوبوكو إيزومي، ورغم ده شينيتشي إيزومي كان متأكد إنه طفيل واستعد يذبحه، بس الراجل صرخ برعب وقال له يوقف، وفجأة ميجي منعه وقال له استنى، الراجل ده لسه عنده عقل بشر. الحيرة زادت وغمت قلب سينيتشي إيزومي، بس فجأة فك الراجل يتحول لكيان غريب وبدأ ينطق. سينيتشي إيزومي اتفزع تاني لأن دي كانت أول مرة يشوف مشهد زي ده. الراجل والطفيل كانوا مشتركين في بق واحد وكأنهم في سباق مين اللي يلحق يتكلم الأول. سينيتشي إيزومي ما كانش فاهم إزاي ده بيحصل، بس ميجي وضح له إن الاتنين دول عقلهم بشري والطفيل مستولي بس على المنطقة من الفك لحد الصدر. الطفيل التاني أكد كلامه وقال إنهم شبه بعض في الظروف. قعدوا سوا يحكوا والراجل بدأ يفضفض بحكايته الحزينة. قالوا إن مراته سابته وحس إنه آلة ملهاش لازمة وما يقدرش ياخد قرار، فقرر ياخد أكبر قرار في حياته وهو إنه يرمي نفسه في البحر، بس قلبه خذله وما كانش عنده الشجاعة، ففضل قاعد لحد ما طفيل هجم عليه وفي وسط صراحهم وقعوا سوا في المية. كمل طفيل الفك الحكاية وقال إنه كان بيحاول يوصل للراس، بس أدرك إنه صاحب الجسم بيغرق ولو كمل لمسار المخ هيموتوا الاتنين، فحول نفسه لأنبوب التنفس وأنقذ حياته، وبقت دي نهايتهم سوا. الراجل طلب من الطفيل يتحول لوضع الثنائي عشان فكه يتعدل ويقدروا يتكلموا بوضوح. الراجل قال إنه ارتاح لما لقى حد شبهه وطلب من شينيتشي إيزومي يحكي حكاية إيده، بس شينيتشي إيزومي اقترح يروحوا مكان تاني. الراجل عرف نفسه باسم أودا والطفيل بتاعه اسمه جو. راحوا المستشفى وهناك أودا بكى بحرقة لما سمع حكاية شينيتشي إيزومي، وجو قعد يتريق عليه وبان إن جو عنده شخصية وتفاعل أكتر من ميدي بكتير، وقال له إنه اتعلم حاجات كتير من فرجة الأفلام. أودا عرض مساعدته على شينيتشي إيزومي لو واجه العدو في أي وقت، وشينيتشي إيزومي قبل المساعدة بامتنان. في الليلة دي ميجي صحى شينيتشي إيزومي فجأة وقال له إن في حاجة مهمة نسى يقولها بسبب دوشة أودا وجو. فكروا بإزاي جرى بسرعة البرق ونط 3 متر في الهواء، وقال له إن في سبب لده، بس قبلها شرح له طبيعة جسمه. ميجي قال له إن الخلايات تقدر تنفصل وكل جزء يفكر لوحده، بس لو الأجزاء دي صغرت بتموت بسرعة، عشان كده بيديها أوامر مسبقة ترجع لجسمه. عمل له تجربة قدام عينه خلت شينيتشي إيزومي يتقبض. ميجي كمل وقال له إن في جسم شينيتشي إيزومي حتى أصغر الأجزاء تقدر تعيش، وهنا شينيتشي إيزومي بدأ يفهم المصيبة. ميجي أكد له إنه استخدم الأجزاء الصغيرة دي عشان يرمم قلب شينيتشي إيزومي، ودلوقتي الأجزاء دي جريت في عروقه وبقت جزء من دمه، يعني 30% من جسمه بقى مكون من خلايا طفيلية. شينيتشي إيزومي سأله برعب لو الخلايا دي وصلت لمخه، بس ميجي قال له ما يقدرش يتأكد، وسأله لو حس بحاجة غريبة. شينيتشي إيزومي ساكت في الأول، بس افتكر إنه رغم الوجع اللي شافه في المستشفى ما كانش قادر يعيط، وحس إنه كده بيفقد إنسانيته وبشريته ببطء.
تاني يوم ماكي جات له وسألها لو كان باين عليه إنه بشر طبيعي. قالت له أيوة، بس لما ابتسم وسكت هي ارتبكت وقالت له يتكلم بوضوح لأنه باين كأنه بيعيط من جواه. في اللحظة دي جه اتصل لشينيتشي إيزومي من أوضة، قالوا إنه لقى العدو هيحاول يعطلها. شينيتشي إيزومي صرخ فيه يرجع بسرعة لأنها خطر وهتقتله أول ما تعرف إن الطفيل اللي معاه ما فشلش يستولي على عقل صاحبه. أودا حاول يهرب بس جسمه ما كانش مساعده خالص، ونوبوكو إيزومي كانت ماشية وراه بكل هدوء. شينيتشي إيزومي جرى في نفس الاتجاه، بس ميجي رنبو النوم في نص الطريق وتحول لسلاح في ايد صاحبه وقال له الباقي عليك. أودا اتحاصر عند صخرة عالية. أول ما نوبوكو إيزومي وصلته انصدمت لما لقت جسم تاني عقله لسه سليم، فقررت تخلص عليه. بدأت المعركة وجو كان بيحاول يدافع بس بسبب وضعه الصعب في وش أودا. اندحروا بسرعة ونوبوكو إيزومي طعنت قلبه ورمته من فوق وهي واثقة إن الضربة دي كفيلة تنهي أي هجين. أودا وجو فقدوا الوعي وهي ماشية حست بوجود طفيل تاني بس إشارته ضعيفة. اتصدمت لما شافت شينيتشي إيزومي لسه حي وقالت ببرود إنها كان لازم تقطع راسه من الأول. شينيتشي إيزومي استشاط غضبا وقال لها تبطل تستخدم صوت أمه وهي بتهددها بالقتل. قرر يواجهها بس لما بدأت تتحول ما كانش قادر يبص لوشها. نوبوكو إيزومي هجمت فجأة بس شينيتشي إيزومي بقى شايف حركات بوضوح تام، تفادى الضربة ونط وراها في خفة مذهلة صدمتها. صد هجماتها ووصل لحافة الصخرة وهناك شاف أودا وهو غرقان في دمه. تملك الغضب من شينيتشي إيزومي وحس إن الشخص الوحيد اللي كان ممكن يفهمه خلاص فارق الحياة، فهجم بكل قوته وكأنه إعصار، وضرباته السريعة نهشت في جسد نوبوكو إيزومي. كان بيصوب ناحية راسها وقطع أطرافها الفتاكة، ولما جه ينهي مأساتها استخدمت هي قلبها كدرع يحميها. في اللحظة دي وقعت عين شينيتشي إيزومي على علامة الحرق القديمة، فانفجرت في عقله ذكريات أمه الحقيقية واتسمر في مكانه. استغلت هي اللحظة وضربته ضربة موجعة وبدأت تستجمع قوتها وترجع تقف تاني، لكن فجأة راسها اتقطعت وتلاشت وطار جسدها في أعماق البحر. كان أودا وجو هما اللي اتدخلوا في اللحظة الأخيرة بعد ما قدروا يتسلقوا الصخور. وده قال لشينيتشي إيزومي إن الست دي ما كانتش أمه وإن كان لازم ما يوسخش إيده بدمها. وفي الوقت ده كان الطفيل مستغرب إزاي أودا لسه عايش، فوضح جو إنه عرف إنها بتصوب بس على القلب، فلحق يغير مكانه جوه الجسم قبل الضربة. بص شينيتشي إيزومي للبحر ومكان جسد أمه وحس إن الكابوس خلص، بس في حاجة جواها انكسرت للأبد. خرج كازيوكي إيزومي من المستشفى ورجعوا سوا لنفس الصخرة اللي شهدت المأساة. كازيوكي إيزومي طمن ابنه إن أمه لسه بتحبه، وسأله شينيتشي إيزومي لو كانت نوبوكو إيزومي اتعذبت في نهايتها، فرد عليه إن الموت كان خاطف وما حسيتش بأي ألم. الأب بكى، أما شينيتشي إيزومي فحس بتقل وانزح عن صدره ونام مكانه من كتر التعب. لما رجع المدينة كانت ساتومي مورانو وكانا عاسين بوجوده بقوة لأن ملامحه اتغيرت وبقى أطول وهبته زادت وكأنه بقى إنسان جديد. ومن ناحية تانية تامية لقت شريك جديد في جسم ولد مراهق وأمرته يراقب شينيتشي إيزومي بس ما يقتلوش، وقالت إن وجوده مهم عشان تفهم طبيعة فصيلتهم وتجمع بيانات عنه. أما كانا فبقت مهووسة بشينيتشي إيزومي لدرجة إنها حطت صورته خلفية لموبايلها، وده جنن ميتسوو اللي راح مدرسة شينيتشي إيزومي عشان يتخانق معاه. لكن شينيتشي إيزومي ما كانش هو الولد الضيف القديم، بصله برود وقال له يخلص ويقول اللي عنده لأنه ما عندوش وقت يضيعه. ميتسيو هجم عليه بغل بس شينيتشي إيزومي تفادى ضرباته بكل خفة وأوقعه أرضا وقال له إن الأوان فات وإن الأمور اتغيرت. ميتسيو صمم يكمل بس شينيتشي إيزومي لقنه درس في التواضع من غير ما يأذيه. ظهرت ساتومي مورانو وشافت التغيير الجذري في شخصيته وسألته لو في حاجة حصلت في الرحلة غيرته، فرد بجمود إنه هو نفسه بيسأل نفسه نفس السؤال. وهم ماشيين في السوق كانت كانا هناك وتوقعت ظهوره وفرحت لما شافته، بس فرحتها انكسرت لما شافت ساتومي مورانو جنبه. رجع شينيتشي إيزومي لقى أبوه كازويوكي إيزومي غرقان في أحزانه وبيشرب بزيادة، فاقترح عليه بكل برود يجيب شغالة تساعده. كازويوكي إيزومي اتصدم من قسوة ابنه وقاله يعمل اللي هو عاوزه. تاني يوم شينيتشي إيزومي وهو ماشي مع ساتومي مورانو سمع بحاسة السمع الخارقة صوت استغاثة، جرى ولقى جرو صغير مصاب بيموت. ميجي قال له إنه ملوش أمل في الحياة، فشينيتشي إيزومي خده للجنينة يواسيه في لحظاته الأخيرة. ساتومي مورانو افتكرت إن حنيته لسه موجودة، بس الصدمة كانت لما الكلب مات. شينيتشي إيزومي رماه في صندوق الزبالة بكل هدوء. ساتومي مورانو اترعبت من المشهد ده وما فهمتش إزاي يقسى قلبه كده، بس هو رد ببروز إن ده ما بقاش كلب، ده بقى مجرد كومة لحم ميتة. جريت وهي بتعيط وهي متأكدة إنه اتغير فعلا، وهو ما كانش فاهم هو غلط في إيه. راح يستشير ميجي اللي قاله إن كلامه منطقي، بس شينيتشي إيزومي القديم مستحيل كان يقول كده. وقتها أدرك غلطه
ورجع دفن الكلب بشكل لائق. وهو لسه بيفكر في سره إزاي جثة الكلب دي هتكون سماد يفيد الشجر. بعدها وقف شينيتشي إيزومي مستني قدام فصل ساتومي مورانو، بس هي أول ما شافته هربت منه، فقرر يسيب لها مساحتها. في اللحظة دي ميجي حذره إن في طفيل تاني قريب، ورغم إن شينيتشي إيزومي خد حذره، ميجي قاله إن ده مش عدو وشبه ريوكو تاميا في تفكيره، يعني ممكن يتناقش وعاوز يقابلهم. وبالفعل ظهر الطفيل وشينيتشي إيزومي يواجهه، بس بلطجي المدرسة قطع كلامهم، فالطفيل ضربه بقوة عشان عطل نقاشهم. عارف نفسه باسم إيديو شيمادا، وقالوا إنه عاوز يبدأ بإنهم يبقوا صحاب هو وماجي. شينيتشي إيزومي استغرب الطلب، وإيديو شيمادا كمل كلامه إن عندهم حصة ألعاب سوا النهاردة وعاوز يشوف قدراته. في الحصة اتسابقوا، وشينيتشي إيزومي كتم سرعته عشان ما يبانش غريب، بس إيديو شيمادا ما حبسش قدراته وكان هيكسر رقم قياسي. بعد الحصة اتكلموا في السر، وهيديو شيمادا قال إن الرياضة شيء عظيم، بس شينيتشي إيزومي ما كانش مهتم وسأله لو ريوكو تامية هي اللي بعتته عشان يقتله. هيديو شيمادا رد بإنها غيرت اسمها دلوقتي، وفعلا هي اللي بعتته بس مش عشان القتل. وقالوا إنه ما أذاش بشر من شهور لأنه اتعلم ياكل نوع تاني من اللحم، شايف إنه الأفضل للكل. شينيتشي إيزومي ما كانش مصدق، بس هيديو شيمادا صمم إن في طفيليات عاوزة تعيش في سلام مع البشر. ميجي كاد يصدقه، بس طلب منهم يوقفوا كلام لأنه على وشك ينام ومش عاوزه يعرف نقطة ضعفه دي. شينيتشي إيزومي راح فصل ساتومي مورانو تاني عشان يصالحها، بس فضل يفكر في الطفيليات وملامحه قلبت غضب. فلما قربت منه وشافت وشه المرعب انسحبت بهدوء وهو واقف محبط. في ناحية تانية كانت مستنياه، وهي مؤمنة إنه توأم روحها وعندها قدرة خارقة بتعرف مكانه بيها. حست بقربه وراحت تسلم عليه بفرحة، بس لقت قدامها هيديو شيمادا. ارتبكت لأنها كانت متأكدة إنه شينيتشي إيزومي، وهيديو شيمادا بدأ يفضله ويعرف إزاي حست بوجوده وشبهته بشينيتشي إيزومي من غير ما تشوفه، بس هي رفضت تجاوب، فبدأ يجرها معاه عشان يعرف الحقيقة وهي بتصرخ. لحسن الحظ شينيتشي إيزومي كان معدي وسمع صراخها وجري ينقذها. كان استخبت وراه، وشينيتشي إيزومي سأل هيديو شيمادا بيعمل إيه، فرد ببرود إنه كان عاوز يدردش معاها لأن حواسه قوية. بس شينيتشي إيزومي حذره بلهجة تقيلة، لو حد جرى له حاجة هقتلك أول واحد. هيديو شيمادا قرر إنه مش ناوي قاتل ومشي، وهو ملاحظ إن إيد شينيتشي إيزومي اليمين بتطلع إشارة ضعيفة جدا. بعدها كان شكرته، وفي اللحظة دي مرت ساتومي مورانو، فكان طلبت بصوت عالي من شينيتشي إيزومي يوصلها المحطة لأنها خايفة. هو وافق، بس لما لفت وشه لقى ساتومي مورانو بتجري بعيد، وعرف إنه غلط، بس ما كانش قدامه حل غير إنه يوصل كانا. وهما ماشيين قالت له إنها بتحس بيه، بس الرادار النهاردة علق، فشينيتشي إيزومي حذرها إن اللي بتحس بيه ده تردد خطر ولازم تبعد عنه. رجع البيت لقى كازويوكي إيزومي لسه غرقان في أحزانه، وسأله إزاي بقى قوي كده وكأنه مصنوع من حديد. والكلمة دي وجعت قلب شينيتشي إيزومي أكتر ما يتخيل. تاني يوم كان طنشت تحذيره، ولما حست بوجوده لفت، بس لقت هيديو شيمادا قدامها وحاولت تهرب. في الوقت ده ظهر ميتسو واتخانق معاه عشان بيطارد حبيبته، ورغم تحذير كانا ليه راح معاه لمكان معزول وخد علقة موت. هيديو شيمادا حذره ما يمشيش وراه تاني وإلا هيقتله. يوكو تاشيكاوا كانت بتراقبه لأنها معجبة بيه. شينيتشي إيزومي راح المدرسة ووقف قدام لوحة الإعلانات اللي قابل فيها ساتومي مورانو أول مرة، بس هي تجاهلته تاني. هيديو شيمادا كان قريب وحس بإشارة ميجي ضعيفة تاني، فبدأ يشك. حاول يستفزه بنية قتل عشان يشوف رد فعله، بس مفيش فايدة، فافتكر إن ميجي فيه حاجة غلط أو إنه مجرد كائن غبي. في اليوم ده شينيتشي إيزومي رجع لقى أبوه كازويوكي إيزومي قاعد مع مسؤول حكومي صدق حكايته عن الوحوش، بس قال له إنهم ما يقدروش ينشروا الخبر عشان ما يعملوش حالة ذعر، وإن المشكلة بقت عالمية، وطلب من كازويوكي إيزومي يعتبرهم وحوش برية مستخبية وسط البشر. ورسموا صورة تقريبية بناء على وصفه، والرسام رسم وش الكائن بدقة مرعبة. في الوقت ده ريوكو تاميا كانت غيرت شكلها وراحت تقابل طفيلي تاني بس من النوع الذكي. قالت له بنبرة غامضة إنهم لو فضلوا ياكلوا في بني آدمين من غير حساب هيجي يوم وهم اللي هيبقوا الفريسة. الراجل وافقها الرأي واعترف إنها الوحيدة اللي بتفكر بعمق، ولما سألته إحنا موجودين ليه قال لها إن البشر هم السم اللي ماشي في عروق الأرض، وإننا جينا عشان نتحكم في عددهم ونحافظ على توازن الكوكب. وفي بيت شينيتشي إيزومي والده كازويوكي إيزومي قرر يصرحه بالحقيقة ويحكي له كل حاجة. الشاب سمع الكلام في صمت رهيب وما فتحش بقه ولا جاب سيرة عن السر اللي مخبيه في جسمه،
وفي مكان تاني اكتشفنا إن الرسام اللي رسم ملامح الوحش يبقى أخو يوكو تاكيكاوا، وفي ليلة هادية يوكو اتسحبت وبصت في كشكول أخوها وهو نايم، ولقت رسمة الطفيلي بتبص لها بجمود. أخوها صحي فجأة وأخد الكشكول منها وأكد لها إن ده جزء من تحقيق سري جدا. وتاني يوم يوكو شافت هيديو شيمادا واقف لوحده فبدأت تراقبه تاني، وفجأة كورة بيسبول طايشة خبطت في دماغه وعملت حفرة في جمجمته، بس الغريب إنه خف في ثانية وكأن مفيش حاجة حصلت. المنظر ده رعب يوكو وخلاها تتأكد إن الشخص ده وراه سر ضلمة. في نفس الوقت شينيتشي إيزومي قرر يروح يصالح ساتومي مورانو، بس قبل ما يتكلم ميجي حذره إن هيديو شيمادا جاب آخره لأن عصابة ميتسوكو رجعت عشان تنتقم منه، وهو دلوقتي ناوي يبيدهم عن بكر أبيهم. شينيتشي جري بسرعة وساب ساتومي واقفة محتارة، ومن ناحية تانية شيمادا حس بالخطر وقربهم وأمر العيال يهجموا كلهم مرة واحدة لأنه ما كانش قادر يستنى شينيتشي. وفجأة شينيتشي نط من فوق السور ووقف وسطهم، فشيمادا اتصدم من سرعته اللي ما كانتش طبيعية. شينيتشي واجهه وسأله: أخيرا قررت تبين وشك الحقيقي؟ فشيمادا رد ببرود وقال إن العيال دي هي اللي بدأت. شينيتشي أمره يمشي وهو هيخلص الموضوع، وفعلا شيمادا انسحب ببرود ومن غير ما يرد على شتايم العيال. البلطجية بدأوا يتريقوا على شينيتشي عشان فاكرينه بيدافع عن صاحبه، فصرخ فيهم بغضب وأكد لهم إن شيمادا مش صاحبه، وأمرهم يغوروا من وشه فورا لو خايفين على حياتهم. ميتسو كان هيصدقه، فشينيتشي نادى على أقوى واحد فيهم يواجهه. الراجل هجم، بس الشاب صد قبضته بإيد واحدة وعصر دراعه لدرجة خلت الرعب يدب في قلوبهم. الراجل حس بفرق القوة المرعب فطلع يجري وهو بيؤمر رجالته ينسحبوا لأن المكسب هنا مستحيل. رجع سينيتشي المدرسة لقى ساتومي مستنية ومعاها شنطته، وبينما الدنيا كانت هتروق بينهم سينيتشي شدها ناحيته بقوة لمجرد إنه شاف شيمادا معدي من جنبهم. شيمادا سأله عملت إيه في البلطجية، فرد عليه سينيتشي بحدة وقال له: أنت مالكش دعوة. مشي شيمادا، وساتومي قالت له وهي بتتألم إنه ضاغط على إيدها جامد. اعتذر لها وقال لها إن شيمادا ممكن يبان طبيعي بس هو من جوه كائن مكسور وخطر جدا. ساتومي حاولت تهديه وقالت له إنه اتغير فعلا وإن شينيتشي اللي تعرفه ما كانش بيتكلم بالقسوة دي، وسألته بوجع: هو أنت فعلا شينيتشي إيزومي؟ انفجر فيها وقعد يزعق عشان تسكت، فطلعت تجري وهي بتعيط. قعد شينيتشي لوحده والهم راكبه وحاسس إن قلبه بقى فيه ثقب أسود. ميجي حاول يواسيه وقال له إنه بقى أقوى عقلا وجسدا ومش مهم كلام الناس. في الوقت ده كانت يوكو لسه ماشية ورا شيمادا لحد ما شافته وهو بيغير ملامحه، فجالها حالة رعب مش طبيعية. افتكرت حكاوي الوحوش اللي بتغير وشوشها وجرت سألت أخوها اللي أكد لها إنها كائنات بتسكن أجسام البشر وبتأكل لحمهم. يوكو اتأكدت إن شيمادا وحش، بس في وسط تخبطها قررت تواجهه بدل ما تهرب، في قرار متهور ممكن يخلص على حياتها. تاني يوم يوكو طلبت تقابل شيمادا ومعاها ازازة مية نار أسيد عشان تدافع عن نفسها. سألها عايزة ايه، فقالت له انها كانت معجبة بيه بس شافته بيعمل حاجات غريبة، وسألته وش الوش: انت وحش؟ رد عليها ببرود: ولو كنت وحش ايه المشكلة؟ فطلبت منه يمشي من غير ما يأذي حد. شيمادا اتجنن لأن السر اتعرف وتحول عشان يقتلها. في اللحظة دي ميجي حس بالخطر وحذر شينيتشي اللي اتجنن من غباء يوكو وقعد يلف في الطرقة يدور عليها زي المجنون. يوكو كانت هتموت من الرعب وشيمادا وعدها بموتة سريعة من غير وجع. هجم عليها بس هي كعبلت وفادت الضربة بمعجزة، وفي لحظة يأس حدفت إزازة الأسد عليه. شيمادا قطع الإزازة في الجو فالمادة الحارقة غرقت وشه وحرقته بالكامل. بدأ يصرخ من الوجع والسموم بتنهش في كيانه وبدأت ملامحه تتحول لشكل أكتر رعبا. فانتهزت يوكو تاتشيكاوا الفرصة وهربت من الشباك، والطلاب تحت باصين لها بذهول، وقبل ما حد يستوعب انطلقت نصل فتاكة من جسمه ناحيتها فنطت البنت من الرعب، ولحسن حظها الشجر خفف وقعتها. الطلاب جريوا يطمنوا عليها وبعدين قرروا يطلعوا يشوفوا ايه اللي حصل فوق. في الوقت ده هيديو شيمادا كان في حالة هلع لأن جسده اتغير من غير تفكير والأسد اتصرف جوه أحشائه. وشه اتشوه وعقله ما بقاش قادر يجمع لدرجة انه فقد السيطرة على نفسه. ميجي لقط افكاره المتشتتة وحذر شينيتشي إيزومي انهم لازم يتحركوا حالا. في نفس اللحظة الطلاب والمدرسين اللي طلعوا فوق اصطدموا بهيديو شيمادا وهو في هيئته المتوحشة وبغريزة القتل اللي جواه أبادهم كلهم قبل ما يهرب، وده اللي ميجي بلغه لشينيتشي إيزومي في التو واللحظة. المدرسين اللي نجوا من المذبحة صرخوا برعب وضربوا جرس الإنذار وطلبوا الشرطة. ميجي حس ان هيديو شيمادا رايح ناحية فصلهم فجري شينيتشي إيزومي لهناك، بس خبطوا في زحمة الطلاب اللي بتهرب عند المدخل. ميكي اقترح يهربوا مع الناس بس المدرسين كانوا بيصرخوا ان في فصل لسه ما خرجش، وعرف شينيتشي إيزومي انه فصل ساتومي مورانو فجري زي المجنون عشان يلاقيها.
وهو طالع شاف الطلاب نازلين والذعر مالي عينيهم، بس ساتومي مورانو ما كانتش وسطهم ورفض عقله يصدق إنه ممكن يفقدها. وصل للدور ولقى أكوام من الجثث. للحظة عقله وقف وصرخ من هول المنظر. ميجي أمره يهدى ويتحكم في نفسه، فافتكر كلام أبوه وساتومي مورانو عن إنه اتغير. أدرك فعلا إنه بقى كائن تاني لما قدر يستعيد تركيزه بسرعة، وحلف إنه هينقذ حبيبته ويقتل هيديو شيمادا بإيده. اتحرك لقدام ولمح حد شبه ساتومي مورانو، والحمد لله طلعت بنت تانية. كمل طريقه واستخدم حاسة سمعه الخارقة ولحد ما حدد مكان 3 أشخاص، وهناك لقى ساتومي مورانو وسطهم. أول ما شافته اترمت في حضنه وقال لهم لازم يمشوا حالا. اللي معاها خافوا لأن المذبحة كانت في الطريق اللي شينيتشي إيزومي جه منه، وشكوا إن واحد من الوحوش، فجريوا في الاتجاه التاني وكان مصيرهم الموت في ثانية. أدرك شينيتشي إيزومي إن هيديو شيمادا قريب، فشد ساتومي مورانو ودخل فصل فاضي ونط من الشباك ومن فوق سور المدرسة وخدها المكان أمان. كانت بتترعش من الرعب، فهداها وسلمها للإسعاف ولف وشه ورجع تاني للمدرسة. الشرطة كانت حصرت المكان تماما وصعب حد يدخل، ولما ميجي سأله لو لسه عاوز يقاتل، شينيتشي إيزومي قاله بصرامة دي مسؤوليتنا إحنا ولازم ننهيها. ميجي كان شايف إن الشرطة هتجيبه في الآخر، بس شينيتشي إيزومي شاف هيديو شيمادا وهو بيبيد العساكر وبيهرب للسطح وهو مصاب. قرر إن الطريقة الوحيدة لقتله هي القنص من بعيد، فبعد مسافة 300 متر عشان ما يتكشفش، واستنى بصبر لحد ما هيديو شيمادا ظهر على السطح، ودمج قوته مع دقة ميجي الخارقة وحدف طوبة كأنها رصاصة. اخترقت قلب هيديو شيمادا بدقة متناهية، والشرطة لقت جثته بعدها بشوية. بعدها الأخبار قالت إن هيديو شيمادا كان واد من مخدرات وجاله نوبة جنون قتل فيها زمايله. لأن الحكومة قررت تداري الحقيقة، ميجي قال إن ده قرار ذكي لأن مستحيل كشف الطفيليات بالطرق العادية. شينيتشي إيزومي قال له لازم نساعد البشر، بس ميجي رفض وفكروا إنه ما يهمهوش غير نجاته هو وبس وحماية هويته. المسؤولين كانوا في اجتماع سري، والبعض اقترح يعلنوا وجود الطفيليات وسألوا إزاي اكتشفوهم. عالم قال إن خلايا الطفيليات ما بتعيش غير بدم مستمر، واقترح إن شد شعرة واحدة هو أسهل اختبار، لأن لو الشعرة طفيل هتتحرك وتموت، أما شعرة البشر مش هتعمل حاجة. الكل انبهر بالفكرة لدرجة إنهم رشحوا العالم لنوبل. ومع مرور الأيام شينيتشي إيزومي وساتومي مورانو قربوا من بعض أكتر، وهو ما حكاش لها الحقيقة كاملة أبدا. قال لها إن نطة الدور الثالث دي كانت مجرد أدرينالين، وهي صدقته. وفجأة شافوا طفلين بيشدوا شعر بعض كنوع من التحية، ودي العادة اللي انتصرت بعد طريقة الكشف الجديدة. بس للأسف الطريقة دي بقت خطر جدا، لأن الطفيليات اللي بتتكشف في أماكن معزولة ببساطة بتقتل وبتنهش لحم أي حد كان حظه سيء وعرف سرهم المظلم. في ناحية تانية كانت كانا غرقانة في حلم كأنها أميرة في جنينة ورد، وفجأة هجمت عليها وحوش كاسرة، وفي عز الخوف ظهر شينيتشي إيزومي كأنه فارس في درع بيلمع، أباد الوحوش وأنقذها من براثنهم. وقبل ما شفايفهم تتقابل في قبلة، صحيت وهي في قمة ارتباكها، وبقت مؤمنة إن الحلم ده وراء سر عظيم وقدر مستنيها. بعدها قرأت الأخبار عن اللي حصل في المدرسة مع هيديو شيمادا، وافتكرت تحذير شينيتشي إيزومي ليها من الخطر، وبدأت تسأل نفسها هل هو غرقان في الحكاية دي بشكل ما. وفجأة حست بمروره قريب منها، فاتسحبت وراه وحاولت تشد شعره من راسه، بس هو وقفها وقال إن ده قلة ذوق، وفي الآخر سابها تعمل اللي هي عاوزاه. ولما الشعر ما ظهرش عليها أي رد فعل، قررت كانا تحتفظ بيها كتميمة حظ. مشيت وراه وسألته لو يعرف حاجة عن هيديو شيمادا، بس هو نكر تماما. بدأ شينيتشي إيزومي يفكر هل يقدر يأتمن كانا على الحقيقة بما إنها خاصة وبتحس بيهم، بس هو عارف إن ميجي صحي ومش هيوافق أبدا. فبدل كده حذرها تبعد تماما أول ما تحس بوجوده، لأنها ممكن تلبس في وحش. بس هي استهترت وقالت إنها هتشد شعر اللي تقابله عشان تتأكد. الكلام ده شعل الغضب شينيتشي إيزوما لدرجة إنه خبطها في الحيطة وزعق فيها إنها ما تكررش ده تاني. لما هدي وشرح لها إن الموضوع موت وخراب ديار، كانت فرحانة من جواها لأنها حست إنه خايف عليها. في اللحظة دي ميجي قالوا إنهم لازم يتكلموا، فجري شينيتشي إيزومي وهو ما يعرفش إن ساتومي مورانو شافت المشهد كله من بعيد. وبينما ميجي بيحذر صاحبه إنه يبعد عن كانا عشان بدأ يرمي كلام كشف المستور، كانت كانا بتقابل ساتومي مورانو وقرروا يتكلموا. ساتومي مورانو سألتها لو حاسة إن شينيتشي إيزومي اتغير بزيادة، بس كانا ردت إنه طول عمره قوي وعنيف كده. كانا عرفت إن ساتومي مورانو بتحبه، بس ملامحها المكسورة قالت إن الأمور بينهم مش تمام، وده أحيا جواها الأمل إن لسه عندها فرصة. وفي حتة تانية من المدينة دخل راجل ضخم بجسمه كله عضلات لمقر عصابة ياكوزا، وسأل الحارس ببرود في كام واحد جوه. ولما الحارس طرده رفض يمشي وبان على وشه ابتسامة مرعبة. البلطجي حاول يديه درس، بس الراجل رزع راسه في الحيطة ودخل المبنى وبدأ يرتكب مذبحة ملهاش آخر.
كان بيتفادى الرصاص وبيقطع في البشر بإيديه من غير ما يلمسوا حد. وفجأة واحد قدر يجرحه بسيف، فكسر السيف بعضلاته وحدف النصل في راس الراجل. بدأ يعد ضحاياه، وفي الآخر لقى إنه اتصاب 3 مرات بس، واعتبر دي نتيجة ممتازة. البلطجية اللي فاضلين كانوا هيموتوا من الرعب، وسألوه هو إيه اللي بيقوله ده. الطفيل رد عليهم إنه كان بيعمل تجربة عشان يقيس مدى قوته قدام جماعة مسلحة قبل ما يجهز عليهم كلهم. بره المبنى الناس اتلمت وشافوا الجثث وطلبوا الشرطة، واتفزعوا لما شافوا الراجل خارج وهدوم غرقانة دم، وبدل ما يهربوا طردوه بغباء. فبلمح البصر اختفى ورا ناصية وخطف واحد منهم ورجع لابس هيئته وتنكره. ركب عربيته بهدوء، والسواق الطفيل خده لزعيمه اللي كان طاير من الفرحة بنتيجة الاختبار ده. وفي مكان تاني شينيتشي إيزومي وساتومي مورانو طلعوا أول موعد ليهم، بس الجو قلب كآبة لما هي بدأت تتكلم عن تغييره، ولمحت إن شينيتشي إيزومي اللي رجع من السفر مش هو الشخص اللي كانت تعرفه. أول ما جابت سيرة السفر شينيتشي إيزومي قام وسابها. بعدها قعدوا على كنبة ولقوا عيل بيعيط لأن أمه سابته ماشية، فبيصرخ فيها ويقول لها يا غبية. فالست تعبت وزهقت وحاولت تضربه. المشهد ده حرك وجع قديم في قلب شينيتشي إيزومي عن أمه، وبدأ يهدي عن الثقب اللي في قلبه. ساتومي مورانو قلقوا عليه، ولما ندهت اسمه شينيتشي إيزومي مهدي فجأة. وهم راجعين قعد يسأل نفسه هل اندماجه مع خلايا ميجي سحب منه مشاعره، بس كان متأكد إنه لسه بيحب ساتومي مورانو وإن المشاعر دي ملكه هو وبس. وهم ماشيين كان حست بوجوده فجريت ناحيته، بس انكسر قلبها لما شافته بيبوس ساتومي مورانو، فانسحبت في صمت وهي بتجر خيبتها. أما ساتومي مورانو فودعت شينيتشي إيزومي وقعدت تعيط لوحدها، وهي لسه مش عارفة اللي معاها ده هو شينيتشي إيزومي الحقيقي ولا حد تاني. وفي الليلة دي اليأس تملك من كانا، فكلمت شينيتشي إيزومي وقالت له إنها محتاجة تتكلم معاه. راح يقابلها تاني يوم، بس في المحطة ميجي فجأة استشعر وجود 5 من فصيلته في المكان، وده خلى شينيتشي إيزومي يترعب لأن عددهم كان فوق طاقته. قال ميجي إنهم لمحوه هو كمان، بس لسه ما ظهرش منهم أي نية غدر. ومع اقترابهم أكتر استشعر ميجي وجود 8 من فصيلته، 6 منهم فوق المنصة و2 واقفين تحت. شينيتشي إيزومي استرق النظر ولقى مرشح لمنصب العمدة اسمه هيروكاوا بيروج لسياسات صديقة للبيئة وسط مؤيديه، وقعد يسأل نفسه يا ترى مين في دول هو الطفيل. وفجأة التقت عينه بعين سفاح الياكوزا اللي شافه قبل كده، وعرفوا بعض في لمح البصر. تملك الهلع من شينيتشي إيزومي، بس ميجي كان واثق إن التاني مش هيهجم لأن الموضوع مش شغله. قرر شينيتشي إيزومي يهرب، بس خبط في كانا. سألها باستغراب هي إيه اللي جابها هنا، ردت بإن ده سؤال غبي لأنها ساكنة هنا وهي اللي كلمته أصلا. وقتها بس افتكر شينيتشي إيزومي وبقى قلبه واكله عليها بزيادة. لما رجع شينيتشي إيزومي وميجي البيت قعدوا يتناقشوا في أمر هيروكاوا، هل هو طفيل فعلا؟ وليه حد زيه يعوز يبقى عمدة؟ ميجي قال إنه جايز مهتم بجد بالمنصب وممكن يبقى عمدة شاطر، بس لمح كمان إن هيروكاوا ممكن يكون بيحاول يبني ملاذ أمل للطفيليات. وهنا كل حاجة بانت وبقت واضحة قدام شينيتشي إيزومي. فضل يفكر في كانا وافتكر لما قالت له إنها حست بنفس الطاقة من 3 أو 4 وراه، وده خلى قلقه عليها يزيد أضعاف. تاني يوم راح شينيتشي إيزومي يستطلع مقر هيروكاوا عشان يشوف كام طفيل مستخبي هناك، بس لقى كانا قدامه. قرر يصارحها وسألها لو كانت بتحس بنفس الرعشة الغريبة دي من ناس تانية. قالت له إن ده بيحصل ساعات مع ناس غريبة، ولما أمرها تبعد عن الإحساس ده رفضت وصممت تعرف السبب وهل ده ليه علاقة بالطفيليات. في اللحظة دي ظهر ميتسو وقرر يتكلم مع كانا، فانسحب شينيتشي إيزومي وهو بيوعدها إنه هيكلمها بجد بعدين وهيبعت لها رسالة. كانا أكدت له تاني إنها دايما بتحس بوجوده قريب منها، وده شعل النار الغيرة في قلب ميتسو اللي بدأ يشك في أخلاقها. بعدها ميجي سأل شينيتشي إيزومي لو كان فعلا ناوي يحكي لكانا الحقيقة. شينيتشي إيزومي اعترف بإن ده اللي في نيته، فميجي حذره إنها لو بقت خطر على سرهم هيضطر يقتلها لأن حماية هويتهم أهم من أي روح. أما كانا فكانت غرقانة في تفكيرها في شينيتشي إيزومي، وفجأة حست بوجوده قريب فجريت وراه في نص الليل، بس لقت قدامها ست مرعبة خلت ركابها تخبط في بعضها. هربت وهي مرعوبة وجات لها رسالة من شينيتشي إيزومي بيطلب يقابلها بكرة. اتقابلوا تاني يوم في مبنى مهجور، وشينيتشي إيزومي خبط إيده في الحيطة عشان يتأكد إن ميجي نايم، وحكى لكانا كل حاجة عن الطفيليات وعن ميجي
وهو بيتمنى إنها تفهم، بس هي ما صدقتوش وقالت إنه أكيد بيكذب عشان ما يعوزش يشوفها بما إنه بقى عنده حبيبة. شينيتشي إيزومي أكد لها إنه مش هيكذب في موضوع زي ده عشان يهرب منها، فهاجت فيه وصممت إن قدرتها خاصة وإنها تقدر تميزه هو بالذات عن أي حد تاني. ورغم إنه عارف إنها بتكذب، شينيتشي إيزومي قرر يصدقها، وهي ماشية قالت له إنها بتتمنى تشوف قدرة إيده اليمين دي في يوم من الأيام. تاني يوم شينيتشي إيزومي كان ماشي مع ساتومي مورانو، كانت بتراقبهم من بعيد بحزن، وهي بتسأل نفسها ليه هو مش حاسس بيها رغم إنهم توأم روح. كانت عاوزاه تحس بوجوده، وبدون وعي منها بدأت تطلع إشارة زي الطفيليات. لقطها ميجي في الحال، وفجأة ظهر ميتسو وخرجها من شرودها وقال لها تبعد عن شينيتشي إيزومي وهو أصلا مش مناسب ليها. كانت عصبت وسألته لو فاكر نفسه هو اللي مناسب، ونعته جنه غبي وفاشل وشكله وحش، وده جرح مشاعر ميتسو جدا. حست كان إنها زودتها وحاولت تعتذر، بس كان الأوان فات ومشي من غير ما يبص وراه. في اليوم اللي بعده ميجي قال لشينيتشي إيزومي إن كانا بقت قادرة تطلع إشارة زي الطفيليات، فشينيتشي إيزومي اترعب لأن ده هيعرضها لخطر محقق. ميجي طمنه إن الإشارة مداها قصير ومحتاجة تركيز عالي، فمفترض تكون في أمان. بس وقتها شينيتشي إيزومي اعترف لميجي إنه حكى لكانا كل حاجة وهو نايم، ووعده إنها مش هتخونهم، وطلب من ميجي يظهر قدامها بهيئته الحقيقية. وافق ميجي، وده صدم شينيتشي إيزومي لأن ده مش طابع ميجي خالص. قرر شينيتشي إيزومي يقابل كانا تاني يوم، ولما وصل المحطة ميجي لقط إشارة 2 من فصيلته قريبين. شينيتشي إيزومي غير مكان المقابلة بسرعة وعمل نفسه بيكلم حد في التليفون عشان ما يبانش مريب. وأول ما الطفوليات مشيت اتصل بكانا، بس لقاها سابت موبايلها في البيت. وكانا وهي مصممة تثبت إن قدرتها حقيقية وتخلي شينيتشي إيزومي يشوفها، قررت تدور عليه بنفسها وتتتبع الإشارة. في نفس اللحظة ميجي حس بإشارة طفيلي طالعة من مبنى مهجور، وشينيتشي إيزومي فهم فورا إن كانا ممكن تكون راحت هناك لحتفها، فجرى بأقصى سرعة عنده. وبالفعل كانت وصلت المكان وحست بوجود حد، وافتكرت ببراءتها إنه شينيتشي، بس الحقيقة كانت مرعبة. لقت طفيلي قاعد بياكل في لحم بني آدم. الرعب ركب كانا وحاولت تهرب، بس الوحش شافها وهجم عليها وجرح دراعها. كانا فضلت متمسكة بالأمل وواثقة إن فتى أحلامها شينيتش هيجي ينقذها زي ما شافت في منامها. وبالفعل شينيتش وصل، بس القدر كان أسرع. ففي اللحظة اللي عينها جت عليه الوحش ضربها طعنة غدر في قلبها ووقعت على الأرض. شينيتش اتملك منه غضب مش طبيعي لدرجة إنه سكت سكون القبور. أمر ميجي إنه يتولى الدفاع وانقض على الطفيلي زي الإعصار، قعد يخبطه في الحيطان لحد ما دمره، وأنهى وجوده لما خلع قلبه من وسط ضلوعه. جرى رجع لكانا وشالها بين إيديه، بس الروح كانت بدأت تطلع بسبب النزيف الشديد. كانا ابتسمت في أنفاسها الأخيرة وقالت له إنها كانت عارفة إنه هيجي، وإن المشهد ده هو بالظبط اللي شافته في حلمها. فرقت الحياة والابتسامة على وشها، وفي هدوء كأنه جنازة شعرت شينيتشي اللي كانت لفاها حوالين صباعها اتقطعت. شينيتشي حس إن روحه اتخربت. بعد أيام حضر جنازة كانا وفضل هادي ومتمسك بجموده طول الوقت. الشرطة كانت هناك وحيوا شينيتشي إيزومي لأنهم استجوبوه قبل كده بما إنه هو اللي لقى الجثة. ما كلمهمش كتير والظباط تفهموا ضيقوا منهم، بس بدأوا يتسألوا مين يا ترى اللي سحق الطفيل اللي قتل البنت دي. وفي طريق عودته فضل شينيتشي إيزومي يلوم نفسه على اللي حصل، بس ميجي قال له ببرود إن موتها كان مسألة وقت مش أكتر. في اللحظة دي ظهر ميتسو وكان حاله يغم متبهدل ومنهار. سأل شينيتشي إيزومي بغل وليه شكلك هادي كأن مفيش حاجة حصلت، ومن غير ما يستنى رد رزع شينيتشي إيزومي بوكسه وقعه الأرض. فضل ميتسو يضربه ويصرخ فيه إن دم كان في رقبته، وسأله ليه ما بيعيطش وزعق فيه هو أنت لسه بشر أصلا؟ هنا شينيتشي إيزومي فقد أعصابه وضرب ميتسو ضربة قوية صرخت فيها جروحه، وقال له إنه ما يعرفش لو كان لسه بشر، وسأل بحرقة ليه البشر ضعاف وهشين كده. وقبل ما الأمور تتطور كبح شينيتشي إيزومي دماغ غضبه وساب ميتسو ومشي. وفضل وهو ماشي يسأل نفسه ليه مش قادر يعيط، وظن إن جايز ميجي يستولى على عقله من غير ما يحس. راح حديقة وبدأ يضرب راسه في شجرة بجنون، بس ميجي منعه. بص شينيتشي إيزومي لدمه ولقاه لسه أحمر قانن، بس ما كانش متأكد لو كان ده كفاية عشان يثبت إنه لسه إنسان.